ده شكل جسمي من 12 اسبوع، اما ده شكل جسمي دلوقتي. الفرق ما بين الاتنين اكتر من 20 كيلو، انت متخيل؟ وكل ده كان في 12 اسبوع. ايه رايكم يا شباب؟ التنشيف لسه فيه حاجات. طب ازاي اعرف احسب الصوديوم اللي انا محتاجه في اليوم؟ بقول لك ايه انفورما، تفتكر لو احنا نزلنا صورتك دلوقتي الناس هتعرف انت كام في المية دهون؟ فانا عايزك يا وحش انفورما النهارده تكون معايا، هقول لك على كل الخطوات اللي انا عملتها عشان اوصل من الشكل ده للشكل ده. فاربط حزام الامان وخليك معايا عشان هنروح مشوار اسمه مشوار المستحيل في الرحله. يلا بينا. عندي مشوار صد رد مش هغيب، داخل جوه رحله بحاول اعرف نفسي فيها من الاول وجديد. عندي دافع بيزق فيها لو حسيت السكه بعيد، لو وقعت انا بقوم من كل وقعه بستفيد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، معاكم حسين سيد وفيديو جديد من الرحله مشوار المستحيل. والنهارده هقول لك على الستبس اللي انا باخدها عشان اوصل لشكل الجسم اللي انت شفته في اول الفيديو ده. اول ستيب وهي الكارديو يا مان. ايوه زي ما انت سمعت كده، الكارديو من الحاجات المهمه جدا اللي واحد بيحضر او مش بيحضر لازم يعملها. بتزود لك كفاءه قلبك، وكمان بتخلي الجسم يساعد ان هو يحرق سعرات كتيره. فالايكويشن بتاعت اليوم احنا عارفين كالوريز ان كالوريز اوت، فلو انت زودت الاكتيفيتي ليفل بتاعتك في اليوم عن طريق الكارديو هتعرف ان انت تخس في وقت اسرع. طيب انا جايب تريدميل في البيت، بعمل كل يوم الصبح على الريق فاستد كارديو. بعمل كام بقى يا معلم؟ بعمل من 45 دقيقة ل 60 دقيقة. ايه يا انفورما مش كتير كده؟ هو كتير، بس انت راجل بتحضر عايز توصل للاكستريم ليفل بتاعة التنشيف. بعمل انكلينيشن على 10 دلوقتي عشان اهدي شويه الضغط على الركبه، عشان كنت بعمله من فتره 15، وبعمل السبيد على 5. الطريقه دي معتمده على فكره البطل السوري ميشيل دعبول. 10-5 الكارديو زي ما بقول لكم كده 45 دقيقه 60 دقيقه. انا بحاول ان انا امشي كل يوم 5 كيلو على التريدميل عشان تساعدني في الاكتيفيتي ليفل بتاعتي، بما ان شغلي معظمه بيكون على المكتب، ان انا بعمل انظمه برامج للعملاء، بتابع الناس والتيم بتاعتي من على المكتب بتاعي، فالاكتيفيتي ليفل بتاعتي قليل، فلازم ان انا اعلي الاكتيفيتي ليفل بالتريدميل. عشان كده انا شايف ان هي استثمار كويس جدا. وانت بقى ايه، ممكن تجي لك استثمار تاني خالص انك تشترك مع انفورما، لان في خصومات بتوصل ل 50% دلوقتي. تاخد دايت معمول لك كاستمايزد على اللايف ستايل بتاعتك، هتاخد تمرين معمول على المستوى بتاعك، في فيديوهات شرح، في تسجيل، في عدات، في ووتر تراكر، هتاخد ابلكيشن كامل مغير تجربه الاونلاين بتاعتك 180 درجه، ومتابعه كامله وشامله على حسب اختيارك انت. لا تفوت الفرصه يا اخي، وخش على اللينك اللي تحت، دوس والحق العرض قبل النفاذ العرض. فالمهم بقول لكم ان الكارديو ده اهم حاجه في التنشيف للناس الطبيعيين، خصوصا اكتر من الناس اللي مش طبيعيه. هتقول لي ليه؟ ما هم اللي مش طبيعيين مش بيعملوا كارديو، بيعملوا كارديو ممكن يكون اكتر كمان، بس انت عشان توصل لليفل النشفان القوي انت بتشوف عليه الناس في المسرح لازم كارديو، ولازم تكسر حاجز اللي انت بتعمله. يعني انت لو متعود تعمل 30 دقيقه اكسر الحاجز ب 40 دقيقه، لو انت متعود تعمل 40 دقيقه اكسر الحاجز ب 50 دقيقه، وافضل درج 5 دقائق كده كل اسبوع اسبوعين عشان يبقى الموضوع سهل عليك. عشان التحضيره في الاخر حاول انك تشيل الكارديو خالص عشان تقلل ليفل الاسترس بتاعك في الجسم. فلما تقلل الاسترس في الجسم الليفل بتاعت الكورتيزول هتقل، فجسمك هيبقى باين ان هو انشف اكتر. عشان كده بتلاقوا ان معظم الطبيعيين بيبقوا ناشفين جدا 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 ومحجرين بسبب الكارديو الكتير، وان هم بيشيلوا الكارديو في الاخر. فحاول ان انت تزود الكارديو في الاول وتقلله في الاخر. المهم يعني هنخلص وقت الكارديو هنبقى شوربه، ونطلع نديكم الستيب الثانيه وهي الدايت. اما ستيب رقم 2 وهي الدايت. الدايت بتاعك لازم يكون حاجه اسمها ان انت تعرف تستمر عليه فتره كبيره. يعني ايه؟ يعني ان انت تخليه متنوع وتخليه مشبع. ليه؟ لان اكتر حاجه بتخلي اي واحد في التحضيره متقدر هي الجوع. طول ما انت جعان هتحس ان انت بتفكر في الاكل، الانستجرام بتاعك مليان اكل. فاول حاجه تعمل انفولو كل الفود بلوجرز، وتاني حاجه تعرف انك تعمل اختيارات لاكلك تديك سايز عالي جدا في الاكله. يعني بص الاكله دي كلها، تخيل الاكله دي كلها بالطبق ده كله بنص سعرات برجر. انت متخيل معايا؟ يعني بجد برجر تاكله في 3-4 اطماط، كل الطبق ده اللي تفضل نص ساعه تاكل فيه بنص سعراته. وده اللي يدل على حاجه، يدل على ان اختيارات الاكل مهمه جدا في اي تحضيره. طب يا انفورما ازاي نحسب الاكل بتاعنا؟ كنت عامل لكم سلسله بلاي ليست اسمها ازاي تعمل الدايت بتاعك، كانت زمان قوي من 4-5 سنين، ممكن ترجع تشوف الحسابات بالتفصيل. بس تعال اقول لك انا نفسي بعمل ايه دلوقتي. انا دلوقتي الوجبه دي عباره عن 250 جرام فراخ بعد السوا. طب نوزن قبل السوا ولا بعد السوا؟ في العادي كله بعد السوا، لان في حاجات جين ميه وفي حاجات بتلوز ميه، فعشان تبقى سهله عليك انت برضو ما بتحضرش البطوله كله بعد السوا. لكن لو بتحضر البطوله ممكن تقيس حاجات
قبل السوا ممكن تقيس حاجات بعد السوا. ايه الحاجات اللي بعد السوا؟ البروتين، وخصوصا الفراخ. ليه؟ لان فيها نسبه ميه كبيره، فلما تيجي انت تعملها في الاير فراير او تعملها على البان بتاعتك بتلوز ميه، فانت احسب الحاجه اللي داخلالك ده من البروتين. الحاجات الثانيه اللي ممكن تحسبها قبل الطبخ هي الرز والمكرونه، لو انت حاطط مكرونه في اكلك، لان الحاجات دي بتجين ميه، الميه بتدخل جواها. زي مثلا الرز ممكن ال 100 جرام رز يعملوا لك بعد الطبخ 300 جرام او 200 جرام او 250 جرام، بتبقى معتمده اكتريتها على كام كوبايه ميه انت حاططها للرز. طيب الوجبه دي عباره عن ايه برضو عشان نرجع لها؟ 250 جرام فراخ بعد الطبخ، و150 جرام رز بعد الطبخ، بس احنا قايسينه قبل الطبخ كانوا 50 جرام بس. 50 جرام بس عشان النهارده يوم لو كارب، انا بعمل حاجه اسمها كارب سايكلينج، هشرحها لكم برضو كمان شويه. وبص بقى اللي مخلي الطبق كبير قوي هو الكابوتشا. لا سعراتها لا تذكر اصلا، والكربوهيدرات اللي فيها لا تذكر، وحاطط طماطم وحاطط خيار، فانت قدرت انك تعمل طبق كبير بسعرات قليله جدا، وتعرف ان انت تدخلها في الدايت بتاعك مشبع. وحطيت شويه صوصات زي المستردة، يعني المستردة ما فيهاش سعرات كتيره، الهوت صوص ما فيهوش سعرات كتيره، فقدرت ان انا اغير طعم الاكل، وقدرت ان انا اكل وجبه تملى لي بطني فتره كبيره، فهعرف ان انا امنتين على الاكل ده لمده كبيره. طيب حاجه تانية مهمه جدا في الدايت لازم تاخد بالك منها، وهي الملح، وازاي تحسب الملح بتاعك في التحضيره او بره التحضيره. الملح مهم جدا لان الملح بيحتوي على صوديوم، وانت جسمك في ريشيو كده او ايكويشن ما بين الصوديوم والبوتاسيوم، كل ما الريشيو دي اتظبطت كل ما انت جسمك ما بقاش قادر ان هو يثبت الميه فيه، فبيلوز ميه، فبتقلل الووتر ريتنشن بتاعك. كل ما حصل خلل في الايكويشن دي كل ما جسمك هيبدا ان هو يحبس ميه في جسمه. يعني لو الصوديوم عالي قوي والبوتاسيوم كان واطي، فجسمك هيعلي ان هو يمسك ميه عشان يحافظ على نفسه. طيب لو الصوديوم واطي قوي بس الكارب عالي قوي، جسمك هيعمل نفس الحاجه. فهي معادله وايكويشن ما بين مثلث ما بين الميه والصوديوم والكربوهيدرات. احنا في التحضيره بنعمل ايه؟ بنحاول نوسطن الصوديوم، نقلل او نوسطن الكارب، ونعلي الميه قوي كده. جسمك حاسس ان هو عنده كفايته من الميه بزياده، فهيبدا ان هو ينزل ميه، زائد البالانس اللي ما بين الكارب والصوديوم هيخليه حاسس بامان، فهيلوز الميه بسهوله. طب ازاي اعرف احسب الصوديوم اللي انا محتاجه في اليوم؟ وزنك. انا مثلا وزني دلوقتي لو بنقول عشان تسهيلا للحسابات 100 كيلو، فانا هضرب وزني من 30 ل 60 مللي جرام صوديوم. فانا دلوقتي بنتكلم ان احنا كل ما قللنا بالكارب كل ما علينا بالصوديوم. فانا مثلا دلوقتي في اللو كارب، فانا هاخد الماكسيمم انتاج بتاعي من الصوديوم اللي هو 60 في وزني، اللي هم هيبقوا كام؟ هيبقوا 6 جرام صوديوم. كده اضمن لك ان جسمك هيبدا ان هو ينزل الميه بتاعته، والفانكشنز بتاعتك في العضلات سواء كان بقى الكرامبات اللي بتجيلك، الحاجات دي كلها بتبقى بسبب الامبالانس اللي بيحصل ما بين الصوديوم والبوتاسيوم والكارب اللي بيحصل في جسمك. هناكل الوجبه الجميله جامده قوي دي، وهقول لكم دلوقتي الاسرار بتاعه السبلمنتس اللي بياخدها الطبيعي في التحضيره عشان يوصل لليفل نشفان وليفل تحجير جامد جدا. ثالث حاجه المفروض تركز عليها وهي السبلمنتس بتاعتك. بما اننا طبيعيين، الطبيعي ما عندوش الرفاهيه بتاعت اللي بياخد استرويدز في الحاجات بتاعه الريكفري، فانت محتاج ان انت تركز في السبلمنتس بتاعتك. هل ضروري؟ مش ضروري، بس ضروري لو انت بتطلع مسرح. يعني هي مش ضروري في العام، بس هي ضروري لو انت بتطلع مسرح. طب ايه اللي انا بستخدمه الفتره دي؟ هقول لك على كل حاجه وكل حاجه بتعمل ايه، وفي حاجات انت اول مره تسمعها انا متاكد. طبعا الحاجه التقليديه اللي انت كل مره بتسمعها هي الواي بروتين. انا بجيب الواي بروتين بتاعي من اوبتيمم نيوتريشن جولد ستاندرد، الاو جي بتاع كل الواي بروتينز اللي موجوده في العالم دلوقتي، والكرياتين بتاع اوبتيمم نيوتريشن برضو. طبعا الحاجات دي اصلي 100% لان انا بجيبها من اي فيت، تقدر تجيبها انت كمان. واي سبلمنتس انت عايزه اصلي لو استخدمت كود خصم انفورما كمان هتاخد فوق الخصم هم عاملين خصومات دلوقتي. فدول الحاجات الستاندرد، الحاجات اللي هم ايه اهم حاجه سواء كنت بتحضر او ما بتحضرش. طب ايه الحاجات بقى اللي باخدها زياده ممكن تساعدني؟ باخد حاجه اسمها الهندباء البريه. ايه الهندباء البريه دي؟ او بالانجلش اسمها الدانديلوين. ايه الدانديلوين روت ده؟ عارف انت شايل الكرفس والبقدونس اللي انت بتشربه وانت عامل كده ومش قادر ومش عارف ايه؟ ده الايفكت بتاعه احسن كمان، بس بتاخده في بيل، في حبايه، فبيساعدني على تنزيل الميه زياده، وده بيستخدمه ناس كتير قوي من الناس اللي بتطلع طبيعي على المسرح. طيب ايه تاني ممكن نستخدمه؟ انا بستخدم عن نفسي حاجه اسمها البربرين والكروميوم. البربرين والكروميوم مهمتهم الاساسيه هي مهمه قبل ما تاكل بشويه حلوين تاخد بربرين وكروميوم، هيظبط لك مستوى سكر الدم، وكمان هيعلي عندك شويه حاجه اسمها الانسولين سنسيتيفيتي، حساسيه الانسولين. يعني ايه؟ يعني هيساعدك ان الكربوهيدرات فعلا تخش جوه عضلات. هل ده سحر؟ لا ده مش سحر، بس هو بيساعد شويه. فانت بتجيب حاجات تساعدك شويه شويه شويه. انت ما بتاخدش انسولين دايركت زي بتوع الاسترويدز عشان توصل الكرب على طول للعضله، لا انت بتاخد حاجات تساعدك ان جسمك يبدا ينتج حاجات بكفاءه احسن عشان كده تظبط. فالبربرين
والكروميوم بنستخدم حاجه زي الفات بيرنر. هل الفات بيرنر مهم؟ الفات بيرنر مش مهم، بس احنا محتاجين في حاجه فيها كافيين شويه زياده، وحاجه فيها يوهمبين. اليوهمبين ده مهم جدا جدا جدا، لانه بيساعدك على ان جسمك يزود الكفاءة بتاعت حرقه، وكمان بيساعد في حاجات تانية ملهاش علاقة بالبادي بيلدينج قوي، بيعلي لك شوية نسبة يعني محفز تيست طبيعي كده يعني، بس حاجات كده المتجوزين هيبقوا عارفينها اكتر يعني. وكمان بنستخدم البري ورك اوت، لان انت في التحضيره بتكون مش قادر تتحرك حرفيا من السرير ولا قادر تزق الحديد، فبتاخد حاجه تبوست معاك شويه البرفورمانس بتاعك. انا بستخدم النوع ده من اوبتيمال نيوتريشن برضو. ده تقريبا الملخص. في حاجات زياده بستخدمها لو انت دي رفاهيه بصراحه، بس عشان هم السبونسر بتاعي. بستخدم الكازين باخده قبل ما انام. هل مهم جدا بقى؟ ولو من غير واحد بوز التحضير مش مهم خالص، طول ما انت معاك الواي بروتين او معاك تجيب فراخ زياده وخلاص. ده يعني تلخيصا ايه اللي احنا بناخده في التحضيره اللي انت شايفني فيها دي دلوقتي. طيب اهم حاجه بقى من السبلمنتس ان انت تكون ملتزم، انك تكون ملتزم على الدايت الاولاني اللي احنا اتكلمنا فيه، تكون ملتزم على سعراتك، تكون ملتزم اصلا في حياتك، ما تكونش حاطط نفسك في مود يخليك دايما طالع نازل في المود بتاعك. وكمان عايز انبه على حاجه مهمه، في برضو سبلمنتس باخدها بس قبل النوم، اللي هي الميلاتونين، باخده عشان يساعدني على النوم، عشان ساعات انا بدخل انام وطبعا مع التحضيره جسمك بيكون متكسر متدشمل من كتر التعب مش قادر تنام، فساعات ده مش اساسي، بس ساعات باخد ميلاتونين وساعات باخد مغنيسيوم يساعدني على النوم، يعني الميلاتونين والمغنيسيوم قبل النوم، والاشواجندا ساعات باخد اشواجندا برضو عشان تقلل الستريس لو يومي فيه ستريس. بس الثلاث حاجات دولت مش اساسيين معايا، عشان لو انا كول والدنيا حلوه ما بحبش اخد سبلمنتس كتير، بانك اوريدي بناخد سبلمنتس كتير عشان تنشفنا. بس كده نروح بقى نشوف التمرين بتقول ايه. يلا. ستيب رقم 4 معانا وهي التمرين اهم حاجه في المنظومه دي كلها. ليه بقى؟ لان هي دي الحاجه اللي احنا بنبني بيها اصلا الفورمه اللي احنا هنطلع بيها على المسرح، وهي دي اللي بتبني شكل الجسم الحلو اللي انت بتشوفه. فالتمرين مهم جدا، بس التمرين بذكاء. مش شرط ان التمرين يكون تمرين وخلاص، اللي هو ايه، هرمي مجاميع وخلاص، هلعب 2000 مجموعه على الشيست، هلعب 2000 مجموعه للليجز. لا، خليك بذكاء. ليه؟ لان انت في فتره التنشيف مش محتاج الفوليوم العالي، انت محتاج الفوليوم اللي يخليك تمسك عضلات او تزودها حاجه بسيطه جدا بس باقل مجاميع ممكنه واقل فتيج ممكن. فتيج اللي هو الارهاق على العضله او الارهاق للجسم، لانك انت بتكون في ديفيسيت دي اللي هو ايه، عجز من السعرات الحراريه. فانت لازم تكون ذكي. طيب ابقى ذكي ازاي؟ انفورم يعني ايه عدد المجاميع المصمم ليك؟ مفيش عدد مجاميع معين، بس لازم تكون ما بين اللو والمودريت. يعني ايه؟ يعني ما بين الفوليوم المنخفض والفوليوم المتوسط. يعني لو انت هتختار تمارين مثلا، نقول مثلا ان هم 5-6 تمارين ماكسيمم، خلي مجموعتين ل3 لكل شكل، وحاول تنوع الزوايا بحيث ما يكونش بارت واحد في الرجل هو اللي متركز عليه اكتر من 90% من التمرينه. خلينا نشوف كده التمرين بتبقى ماشيه ازاي معايا، وخصوصا ان الرجل عندي فيها ديفو بسبب الاصابات اللي جات لي. يعني انا حضرتك جالي صليبي ايام ما كنت بلعب كوره، هو ده اللي طلعني من الكوره، وبعد كده عملت العمليه وصلحته واتقطع تاني، واتقطع في الرجل اليمين والشمال كده، وجالي غضروف وجالي قطع في الضمه، ومحتاج رجل استيراد تقريبا. فانت بتتكلم واحد رجليه متدمره، والحمد لله رغم كل ده احنا برو بودي بيلدينج، وان شاء الله يعني مين عارف ممكن يبقى برو كلاسيك، ممكن نبقى برو حاجه ثانيه ليها علاقه بالرجل. فخلينا نشوف. والجيم اللي ورايا ده كله ده جيم جديد لسه سوفت اوبننج بتاعه، محدش عارف عنه حاجه، بس هو جيم ماسل لاند في مدينه نصر لكابتن بودي. الف مبروك، وان شاء الله في الجراند اوبننج يكسر الدنيا. فشاوت اوت لكابتن بودي. وهوريكم برده الاجهزه واحنا بنتمرن، اجهزه بجد تفتح النفس على التمرين، وخصوصا تمرينه الرجل النهارده هنعتمدها في ماسل لاند. فيلا بينا على اول شكل. اول شكل معانا هو الليج اكستنشن، وانتوا خدتوا بالكم ان انا دايما خصوصا في تمارين الرجل ببدا بالايسوليشن، تمارين الايسوليشن اللي هي تمارين العزل. ليه؟ لان انا بحاول ان انا اسخن رجلي كويس واسخن العضلات كويس عشان تعرف تشيلني في تمارين الكومباوند. تاني حاجه عشان اركز على المناطق الضعيفه في رجلي. ازاي ممكن نركز على المناطق الضعيفه في الليج اكستنشن؟ انا عندي الاماميه الشمال اصغر شويه، لو حد خد باله يعني ومركز، اصغر شويه من الاماميه اليمين، واحنا بنلعب لعبه مهمه قوي فيها السيمتريه. فالتكنيك اللي انا بلعب بيه ايه؟ ان انا بلعب الليج اكستنشن بالرجلين، وبعد كده بريح 15-20 ثانيه واخش مجموعه بعديها على طول الرجل الضعيفه. بعمل كده مرتين، فالرجل الضعيفه كده خدت في فوليوم ازيد بمجموعتين. ده هيساعد ان هي تتطور احسن من اليمين، فتبدا يبالانس الحجم بتاعها. طيب ده الليج اكستنشن، ده السيت اب بتاعه. اهم حاجه تتاكد ان الزاويه اللي ما بين القصبه والفخده تكون اقل من 90 عشان تعمل فول ستريتش لعضله الكوادز بتاعتك. وبعد كده الظهر بتاعك من الحاجات المهمه جدا اللي تركز عليها، ما يكونش مفروض قوي كده، لا ترجعه ورا قوي كده بحيث
ان تعمل زاويه يعني ازيد بقى من 90 فوق. ليه؟ عشان تفتح الحوض بتاعك وتشغل بعد كده عضله بتسمى بالريكتس فيمورس. عارفين التمرين بتاع سيس سكوات، سيت اب بتاع سيس سكوات والتمرين نفسه التكنيك بتاعه صعب، فتقدر تبدله عشان تستهدف الريكتس فيمورس. هي انك تلعب على الاكستنشن بس ترجع الظهر لورا، وحاول ان انت تفرد بحيث ان الهيب بتاعك يفتح، فلو فتح التنشيط بتاع الريكتس فيمورس هيزيد. هنلعب يعني حاول تجيب بقى ايه وزن. طبعا دخلنا خلاص المجاميع بتاعه التسخين، هنلعب بوزن يقدر يخلينا نجيب الفيلير من 8 ل 10 عدات، وبعديها ب 15 ثانيه هنخش على الرجل الضعيفه. تعمل استرتش اعلى حاجه وتطلع لحد ما تعمل اكتر انقباض ممكن. عد 15 ثانيه. 1 2 3 كده تكون قضيت على الكوادز وسخنتها كويس وعملت التكنيك اللي يظبط لك شويه ما بين العضلات. الناس اللي بتسالني برضو الشورت اللي انا لابسه ده، بص شورت مريح جدا جدا جدا، ده من براند ترو جوت، وده ليميتد اديشن، فمعنى كده ان هو كميته محدوده. فلو عايز تجيبه هسيب لكم اللينك بتاع البيج، معمول بسعر كويس والماتيريال تحفه، فيها لكره وميكس ما بين قطن ولكره يعني. وفي منه البيج، ممكن اجي لكم البيج الفيديو الجاي. فيلا بينا التمرين التاني. بقول لك ايه انفورما، تفتكر لو احنا نزلنا صورتك دلوقتي الناس هتعرف انت كام في المية دهون؟ بص، هو الناس دايما بتحب ما بتقولش ما اعرفش، لا هتقول بعرف عادي، او ممكن تتوقع. فما تخلينا نلعب لعبه مهاب. تفتكر لو ورينا للناس صور مشاهير هتعرف هم كام في المية دهون؟ ممكن نسال شات جي بي تي كل واحد كام في المية دهون، نجيب المعلومه ونسال الناس ونشوف قربت ولا لا. ما تيجي نلعب؟ حاسس يلا بينا. كوتش سحس عامل ايه؟ نلعب لعبه صغيره، هوريك صور وتتوقع معانا نسبه الدهون. ماشي؟ عادي لو غلطت يا باشا اغلط. ماشي اغلط. اول صوره ده كريستيانو رونالدو من 8 ل 10%. 8%. 8%. ده من 2% ل 7%. 2%؟ 7%. 7 ولا 2؟ اديني رقم اتنين واحد. لسبعة. رقم واحد. 4. 4. من 2 ل 3%. طيب تاني شكل معانا هيبقى السيتد كيرل عشان الخلفيات. السيتد بالنسبه لي بيبقى احلى شويه من النايم، عشان النايم ده ما ينفعش نصوره اول حاجه عشان دي تمرينه بس السيتد بحبه يعني، والجهاز ده خصوصا بحبه. هنلعب من 8 ل 10 عدات. التركايه هنا حاول تظبط السيت اب بحيث ان يبقى رجلك مفروده على الاخر، ويكون الباد اللي هي المسند اللي هناك ده يكون ورا كعب رجلك، يعني مش كعب رجلك بالظبط عليه، ورا كعب زي ما انتم شايفين كده بالظبط. 8 10 عدات. اكتبوا لو انتوا وصلتوا هنا في الفيديو، اكتبوا لي في الكومنتات بتسمعوا ايه وانتوا بتتمرنوا. تسمع اغاني، تسمع قرآن، تسمع بودكاست، تسمع انفورما. بس تحت ثانية عشان اتأكد ان العضلة متأكتفة. هنخش نلعب بعد كده شكلين كومباوند، شكلين نشغلوا اكبر اجزاء من الرجل، وبعد كده نرجع نلعب ايسوليشن. فهي ميكس ما بين الكومباوند والايسوليشن. يلا سيلفستر ستوري في روكي. لا ما يتعداش ال 6%. 6%. روكي 7. 7. من 2 ل 3%. بعمل ايه؟ مش عارف ده بيتمسك هو ده غريب عن الجيم اللي انا بتمرن فيه اللي هو فيكتوري، فحلوه الزوايا الجديده. تفتكر لو عملنا يا الله، لا حلوه تصدق والله، بس مش حاسس ان انا هعرف ازود فيها اوزان خالص. الركبه الشمال مش عارف يا جدع. تعالى نجرب بوزن كده. خلاص يبقى بما اننا جربناه هنعتمد عليه، هنبدله بالهاك سكوات. ده حاجه اسمها سكوات باترن، يعني انت بتحاول تخلي جسمك يعمل حركه السكوات بتاعتك عشان تشغل حاجتين اساسيتين وانت بتلعب بالشكل ده، وهي الكوادز والجلوتس. النهارده حاجه اسمها كواد فوكس، يعني التمارين معظمها متركزه على الكواد. والمره الجايه التمرينات الثانيه اللي بلعبها للرجل، بلعب رجل مرتين في الاسبوع، التمرينات الثانيه بتبقى خلفيات متركزه على الخلفيات اكتر. فربنا يستر. هو زاويته عاليه قوي بصراحه وخطر شويه، مش خطر على كل الناس، خطر على واحد عنده صليبي وغضروف زي حالاتي يعني. نو ريسك نو فن. تخيل بعد انزل مفيش تحضير. الحلقه الاخيره من الرحله خير ماشي. لا بس والله يعني انا مبسوط بالجيم ده والله. 1 ايزي 2
3 4 سمعت حد مش عارف الطاقه جت الركبه عامله لي ليميتيشن فظيع، عامله لي ملجماني، مش عارف انزل للاخر. يعني انا هضطر دلوقتي انزل نص. عشان الناس بس تفهم موضوع الاصابه بيأثر عليا في ايه. يعني مش عارف اقفل فيها جامد في السكواتس، عشان كده بلعب مجموعتين بس وباوزان وبعدات عاليه. يعني هتلاقيني مكسر ال 15 16 عضله. طب بتعمل ايه بقى يا باشا لو انت زي حالاتي كده حسيت ان الركبه معاك مزمزقه وانت بتلعب سكوات؟ ممكن تبدلها بشكل عادي جدا كلنا بنلعبه، ليج بريس، وده اللي هنلعبه دلوقتي. يعني هنبدل السكوات، هنخليها مجموعه واحده وهنريبليس بالليج بريس، بحيث ان احنا نجيب سكوات باترن. عشان لو خدت بالك الليج بريس هي نفس السكواتس بس انت بتكون ساند ظهرك بس. فهنلعب ليج بريس بدل السكواتس عشان زي ما انتم سمعتوا التك تك تك مش ناقصين. احنا في وقت حرج، نلعب ليج بريس ونخش على شكل تاني بعدين. كريستيان لي الراجل ده كان تقريبا 3% الفترة دي، 3% 2% كمان. ده ممكن 3% 4%. 3 4% 2%. 2%. هنبدل السكواتس عشان حالتنا الصحيه بالليج بريس. لما بتبقى بتلعب كده وحاسس ان في حاجه ملجماك وخصوصا الرجل، بلاش تفتح رجلك كده لو انت عندك اصابه في الضمه زي حالاتي، عشان ما تعملش ستريتش على الضمه ويتحمل عليها في وضعيه الاستطاله. حاول تلم رجلك. فانا بلم رجلي ومش بس كده بقربها كمان، يعني امان الامان. حاول برضو تشوف اقل حته في الباد عشان تعرف تجيب الكوادز، لازم تكون اعلى او اقل زاويه ما بين الفخده والقصبه زي ما قلنا. فانت ما تبقاش فوق قوي، هتشفت ما بين الكوادز والجلوتس. يعني هي هتشغل لك برضو الكوادز وكل حاجه، بس هتشغلها بنسبه اقل من ان انت تعملها 1 2 انا الحمد لله فضل ونعمه من عند ربنا. الليجز عندي اتطورت كتير جدا 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 جدا، وانتوا كلكم شايفين مدى تطور الليجز. بس انا كنت ممكن اطورها اكتر من كده ضعفين. ايه اللي مخلكش تطورها انفورم؟ ده الحوار. اي بريسات سكوات بات المفصل بيفيل او بيفشل، يعني بيوصل للفشل العضلي، بس هو مش عضلي، هو مفصل. يعني بيرهق قبل العضله، فالعضله ما بتستفادش الاستفاده الكامله ال 100% بتاعتها. فتخيل انت عندك فيها اصابه وحتى مش قادر توصل للماكسيمم لود عليها. بس خير يعني والحمد لله. في ناس تانية ربنا مش رازقها جينات رجلي الحمد لله. كل حاجه لازم تبص على الحلو والوحش فيها. اللي بعده فايت كلاب 6 8%. 6 8 ده برضه هي الصوره مش واضحه قوي. نخمن كده 9. مفيش خالص، صفر. ما اعتقدش. صعبه جدا. 2% برضو. 2%. والشكل اللي بعد كده يا شباب هو الهيب تراست. عشان نجيب الجلوتس كده احنا جبنا الخلفيات وجبنا الجلوتس بس في شكل كومباوند. نجيب الجلوتس بقى في الشكل العزل اللي احنا هنلعبه ده دلوقتي. الجهاز ده انا ما شفتوش بصراحه غير في فينوس، فان هو يبقى هنا. في اجهزه ثانيه للهيب تراست او للجلوتس بس مش نفس الريزيستنس بروفايل بتاع ده، اللي هو البروفايل بتاع المقاومه بتاعه. حزام الامان بتاعك يا باشا. بتشوف بقى انت سواء انت عايزه على وسطك بالظبط او مرحرح سنه. لو نركز في الاداء يا شباب، احنا عايزين نعمل هيب اكستنشن وهيب فليكشن، اعلى ستريتش واعلى انقباض، اعلى استطاله واعلى انقباض. يلا بينا. بسم الله. 2 3. الوزن خفيف الحمد لله، احنا بس بنجرب الشكل. يعني حاول تجيب اعلى انقباض للجلوتس، صدقني هتفيدك قدام. ما تسالنيش هتفيدك في ايه، بس هتفيدك قدام. نخش على الشكل اللي بعده. كمان 10. ده في شويه ميه، يعني ممكن يبقى 9 برضه. 3%. من 3 ل 4%. ده اخر شكل معانا في الرجل النهارده. قبل ما نخش على السمانه هنلعب ادكتورز، وزي ما انتم عارفين ان انا جالي اصابه في الادكتورز قبل كده، فانا محتاج ان انا اقويها في ايسوليشن بس مش في كومباوند. يعني ما ينفعش العب سكواتس وانا فاتح رجليا، عشان لو الوزن تقيل عليها وهي في وضعيه الاستطاله حملت جامد ممكن تتقطع تاني، لان المكان اللي اتسبب مكان الاصابه ده كان المفروض عندنا 2 اوبشنز. الاوبشن الاولاني ان احنا نخش عمليات، والاوبشن الثاني ان احنا نخلي حاجه اسمها فايبرس تيشوز تتكون، اللي هي الخلايا او الانسجه الليفيه، هي تتكون وتعمل بريدج ما بين الجاب اللي عملته الاصابه. فده اللي حصل. فما ينفعش ان انا احمل على حاجه
ضعيفه زي دي في وضعيه الكومباوندات، عشان الكومباوند احنا بنشيل اوزان تقيله في السكواتس او في الليج بريس، فبلعبها في وضعيه الايسوليشن عشان اديها الرينج اوف موشن بتاعها بالراحه خالص. فهنلعب على الادكتورز، والحمد لله الحمد لله صابه في تطورات فيها الحمد لله حلوه، يعني الحمد لله الضمه بدات تلقم جامد الحمد لله، فبالراحه عليها. ساعات بخلي التمرين ده في اول التمرين، يعني بخليه في اول التمرين، وساعات بخليه في الاخر. دي بلعبها 3-4 مجاميع مش زي الباقيين، عشان انا بحب اركز على الادكتور زي ما بقول لكم، عشان ده تاهيليه اكتر من ان احنا بنلعب حاجه للبناء العضلي او بنحافظ على العضلات، دي حاجه تاهيليه يعني. جامد جدا. اخر شكل هنختم بيه السمانه. اديله كام في المية بجد؟ ده محتاج ايه ده عشان يخس؟ 35%. ومحتاج كام عشان يخس ده؟ سنه، ده هو عد الافرج اصلا. ده في كل حاجه في الدنيا ده كام بعد ال100؟ ده ممكن يبقى حاجه 40 45. انهي واحد بالظبط؟ اللي على اليمين. لا ما كتير جدا بقى، كتير جدا. وقف العد. يلا. اخر شكل معانا هي السمانه، هنلعبها على شكل الليج بريس عشان نخلي ركبتنا مفروده. كل ما كانت ركبتك مفروده كل ما السمانه استفادت اكتر، واللي هي الجاستروكنيميس اللي هي السمانه اللي هي الكبيره مش السوليس الصغيره. فاحنا عايزين نركز على الجاستروكنيميس عشان احنا عايزين الشكل على المسرح، فنلعبها واحنا فاردين ركبتنا. بص بقى، مش تركايه بس حاجه مهمه لازم تعملها في السمانه، لازم تجيب اعلى ستريتش فيها لتحت، بعد كده اطلع. حتى لو هتطلع على مرتين يعني ممكن تطلع ازاي؟ اعلى ستريتش 1 2 اعلى انقباض. بس اهم حاجه اعلى ستريتش مش اعلى انقباض في السمانه كمان. يعني في دراسات لقت ان لو انت لعبت بارشل ريب بس الريب دي او العده دي في الاستطاله اعلى تديك نفس النتيجه بتاعه العده الكامله. فالعب سمانه يا باشا. كده خلصنا التمرينه. السمانه بلعبها برضو 4 مجاميع، يعني كل الاشكال اللي انت شفتها اللي فاتت دي كلها مجموعتين الا الادكتورز عشان عندي ضعف فيها بسبب القطع، والسمانه عشان هي دي الشكل الوحيد اللي بلعبه السمانه النهارده. وتعالوا بقى نشوف بقى بقيه اليوم هيبقى ماشي ازاي. بصوا يا شباب هوريكم بقى الكونديشن الحالي. طبعا احنا عاملين رجل ففي تعبئه ميه، بس تعالوا نشوف ايه من غير بامب كده الكونديشن عامل ازاي. حاسس ان احنا عاملين يعني لسه قدامنا فتره على البطوله، بس عاملين اداء من كده بقى. ايه رايكم يا شباب؟ التنشيف لسه فيه حاجات، يعني لسه ما دخلناش. لو تعرفوا حاجه اسمها اكسبل تسحب الميه برضو بس ناتشرال، ولسه ما عملناش تان بما ان موسم الساحل بدا. في ايكو لسه ما عملناش تان لان موسم الساحل بدا، فلسه التان مع الكارديو الكتير اللي احنا بنعمله في اليوم مع الديفيسيت العالي اللي احنا نوصل له، لسه الفورمه هتحلو اكتر واكتر واكتر. فان شاء الله هنكسر الدنيا، وان شاء الله هتشوفوا حسين اللي انتوا عارفينه باسم انفورما بشكل اول مره تشوفوه على المسرح السنه دي. لو عندك حسين اهو، وحسين اهو، وحسين اهو، وحسين اهو. احنا بس نحب نحيي كابتن بودي على البوزنج روم التحفه دي. فكره اصلا ان انا بعرض وانا شايف ظهري عامل ازاي، كنتش بشوف ظهري يا عم، ظبطت لي شويه الباك بوز بتاعتي. بس فعايزكم في موضوع مهم دلوقتي حالا قبل ما ننهي الفلوج، عايزكم موضوع مهم جدا جدا جدا. 5 4 3 2 1. الخطوه رقم 5 يا شباب في الموضوع ده كله هو الريكفري. الريكفري ازاي؟ هو الاستشفاء، انك تعمل ايس باث لو اللي عندك متاح، يعني ان انت او تاخد دش ساقع او تعمل مساج. فقرات المساج دي لازم تكون دايما وانت بتحضر وتوصل لمستويات تنشيف قليله
جدا، او نسبه دهون قليله قصدي جدا جدا جدا. انا عايز اقول لكم بس حاجه، ان نسبه الدهون اللي واصل لها دلوقتي من حيث الانبادي مطلع لي الرقم اللي انتم شايفينه ده 5% تقريبا. زي ما انتم شفتوا الكونديشن بتاعي الحالي، هل ده 5% اكتر شويه مش عارف، بس انا ما بقيس بالانبادي، انا بقيس بالقياسات اللي انا قلت لكم عليها اللي هي بالمزوره، وبحطها على الابلكيشن انفورما. لو انت لسه مش منزل الابلكيشن انفورما نزله، عليه فري فيتشر ليك انك ممكن تحط السيركمفرنس بتاع وسطك والسيركمفرنس بتاع الحاجات بتاعتك بقى، سواء كان الباي والتراي والحاجات دي كلها، وتحطها ويديك استيميت للفات برسنتج بتاعتك. ده ممكن تنزله من الاب ستور فور فري. فانا بعتمد عليه ان هو بيحسب لي البروجرس بتاعي ونسبه دهوني دلوقتي، بس الانبادي يعني ما بعتمدش عليه قوي في الحالات دي بصراحه. المهم الاستشفاء مهم جدا يا شباب، وركزوا في الحته دي كويس. اديك عندك الخمس خطوات الاساسيه اللي انا بعملهم عشان اوصل لليفل التنشيف اللي انت شفته ده، وايه هي الستارتنج بوينت بتاعتي، او ايه هي نقطه البدايه اللي انا بديت منها، وايه هي النقطه اللي احنا فيها حاليا، وان شاء الله النقطه اللي هنوصل فيها على المسرح، وان شاء الله نحقق المستحيل في مشوار المستحيل. فما تنساش في الاخر اللايك وسوي سبسكرايب خوي، واستنى الفلوجات الجايه عشان الفلوجات الجايه هتبقى دمار، وهتعرفوا حاجات كتيره قوي قوي قوي. الفلوج الجاي هقول لكم البطوله بتاعتنا هتكون في بلد ايه، فاستنونا. يلا خلي بالكم من نفسكم، خلي بالكم من اللي حواليكم. سلام.